السنكوريتا. خلينا متفقين ان اللي بيروح للبلوجر منتج، ولما بنروح نشتريه ويعجبنا بنلاقيه منتج تاني خالص، لا شكل ولا لون ولا طعم. بما اننا بقى احنا كصناع محتوى او شيفات هنعمله في البيت احلى من اللي بيروح للبلوجر، واحلى كمان من اللي بنشتريه. سهل وبسيط ومكوناته تكاد تكون في كل بيت بامر الله تعالى. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا كوبايه سكر على طاسه هحطها، مش هقلبها خالص. اول ما تبتدي تتكرمل معايا بالشكل ده هبتدي ان انا اقلب لحد ما السكر معايا يدوب تماما. تمام. في الوقت ده هكون مجهزه كوبايه الا ربع من اللبن وزنها 150 جرام. حط عليهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه. طبعا ده بديل للكريمه اللباني، لان المفروض الكراميل يتعمل بالكريمه اللباني، بس احنا عشان نعمله اقتصادي حطيت معلقتين كبار من الكريم شانتيه ودوبتهم في اللبن، وبعدين نزلت بمعلقه زبده وزنها 25 جرام على السكر لحد ما دابت كده، ونزلت بقى بالكريم شانتيه مع اللبن. وابتديت ان انا اقلب وعلى نار هنا بقى متوسطه، وحطيت كمان رشه ملح. اهم حاجه رشه الملح دي اوعوا تنسوها، بتظبط الطعم جدا. على نار متوسطه لحد ما قوامه يبقى معايا بالشكل ده. هبتدي ان انا احط عليه سوداني مجروش. انا حبيتش احطه سليم، حبيت ان انا اجرشه علشان يبقى سهل واحنا بناكله. ده بيكون شكله بقلبه على الكراميل، وده بيكون شكله، ودي الحشوه الاساسيه والرئيسيه بتاعه السنيكر او السنكوريتا. معايا ربع كوبايه من الميه عاديه من الحنفيه، حطيت عليها معلقتين كبار من الجيلاتين وبقلبها كويس جدا جدا جدا، وبعدين بسيبها على جنب. في الوقت ده هكون مجهزه كوبايه لبن ساقع طالعه من الفريزر متلجه. حط عليها كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه الخام، وهنزل عليهم. بصوا بقى، انا مش هحليه بسكر، انا هحليه بمربى حليب. طبعا تقدري تحليه من الكراميل اللي احنا لسه عاملينه ده عشان يديله لون وطعم مميز، يعني طعم السنيكر. ده مربى الحليب اللي انا استخدمتها. هحط كمان عليهم معلقتين كبار من زبده فول السوداني. تقدروا تعملوها في البيت او تقدروا تكون هي عندكم، يعني هي اصلا سهله وبسيطه جدا. هبتدي ان انا اضرب الكلام ده كله لحد ما يكون قوام الكريمه معايا تقيل بالشكل ده. هقوم نازله عليه بايه؟ بالجيلاتين. بعد ما خففته بقى، مش خففته، سيحته على حمام مائي او في الميكرويف 30 ثانيه، وبصفيه وبنزله على الكريمه وبقلبها كويس جدا. وده بيكون موس السنيكر سهل وبسيط جدا جدا فوق ما تتخيلوا. شايفين شكله حلو ازاي؟ هجيب بقى بعد كده القالب بتاعي. القالب ده انا عملت فيه الكيك اصلا. شلت منه الكيك وبعدين حطيت فيه كيس ونزلت بيه بالموز، طبقه من الموز وطبقه من الكراميل اللي انا لسه عاملاه معاكم دلوقتي. اسهل وابسط من كده مفيش. بنوزعه بس كويس كده، وبعدين بنحط طبقه موز تاني بسيطه فوق الكراميل ده عشان نثبت الكيكه عليه وبس. شايفين شكلها حلو ازاي؟ يفتح ان تتاكل كده والله. طبقه بقى موز تانية خفيفه كده، وهوزعها بمنتهى البساطه والسهوله والسلاسه. في الوقت ده انا كنت مجهزه كيكه ومبرداها، والكيك انا هسيب لكم طريقتها اول كومنت مثبت، لان انا عملتها كتير جدا معاكم على الصفحه، فما حبيتش ان انا اطول مده الفيديو اطول من كده. الكيك ده عملته في نفس القالب بتاع الانجليش كيك. هاخد منه بس شريحه كده، هقطعها بالمنشار شريحه بس كده رفيعه، واقوم حطاها فوق الكريمه دي اهو. وبكده تكون السنيكر بتاعي او السنكوريتا بتاعتي خلصت. يعني شايفين السهوله والبساطه؟ طبعا دي لازم تتقفل كويس بنفس الكيس، وتدخل بقى التجميد اقل حاجه 6 ساعات عشان تبقى مظبوطه معاكي. وبعد كده تاني يوم بقى، انا بصراحه اشتغلت فيه، كنت عامله الكلام ده بالليل جدا متاخر. تاني يوم بقى الصبح قمت طلعتها، تطلع بقى الكيس ده بيساعدك ان انت تسحبيها من القالب بكل سهوله وتقلبيها. قلبتها كده على علبه، وبعدين في الوقت ده كنت مسيحه شوكولاته ونزلت الشوكولاته عليها وهي طالعه من الفريزر، والشوكولاته كده دافيه. وغطسي بقى كل الكلام ده في الشوكولاته. هي بتاخد شوكولاته بصراحه بفطرها، يعني لان انا عامله نص كيلو شوكولاته، بس الشوكولاته اللي اتصفت دي انا جمعتها في الاخر. وبعدين بحاول ان انا اعمل تجزيعات كده عشان تديني شكل السنيكرز. بس هي الوصفه خلصت. بصوا الشوكولاته، بصوا، حبيت بس اوريكم اللقطه دي ان انا هنا مجمعتها، وهبتدي ان انا افضيها وهتجمد لان هي شوكولاته خام. يا دوب بس حط عليها معلقتين زيت، بفضيها وبرجع استخدمها تاني، مفيهاش اي مشكله خالص. السكينه بقى سخنتها في ميه سخنه ونشفتها كويس جدا، وبعدين ابتديت ان انا اقطع السنيكرز بتاعي. وده بيكون شكله يا حاجه كده تفتح النفس بصراحه والله. شكله انا بس عايزه حد يبعت يجيب كده واحده من المحل ويصورها لي ويقارن بقى ما بين دي وما بين اللي جايه، لان اللي بيصوروه البلوجر يا جماعه والله العظيم حاجه، وانتوا تروحوا تشتروا تلاقي حاجه تانية خالص. فاعملوها في البيت. هي ممكن تكون تكلفكم اكتر من حقها، بس طعمها لا يقارن اصلا باللي هي بتتباع عندهم بالامانه يعني.
شايفين شكلها حلو ازاي؟ جميله 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 وطعمها تحفه بجد يا جماعه، يعني للامانه طعمها خطير، جربوها وان شاء الله تعجبكم.